السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض الحواوشي الإسكندراني بطريقة سهلة وعجينة مفيش أسهل منها. أتمنى إن الوصفة تعجبكم وأتمنى إن انتوا تجربوها وما تنسوش تعملوا لايك وشير للقناة. وهي سهلة جدا 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 والحوش وهنكتره إن شاء الله يعني. يلا بينا نبتدي الوصفة بتاعتنا ونشوف هنعملها إزاي. أول حاجة هنبتدي فيها إن شاء الله هتكون عندنا الخلطة أو الحشوة اللي هنعملها. اول حاجه انا هنا عندي 3 بصلات او 4 بصلات صغيرين. لو انت عندك بصلايه كبيره او عندك 2 وسط على حسب اللي موجود عندك. وعندي في 2 فلفل رومي و2 طماطمايه وحطيت فلفلايه حمرا كده في النص. كل ده هضربهم في الكبه عندي لحد زي ما انتوا شايفين بقوا ناعمين جدا جدا. هنا انا عندي بطاطستين مسلوقين سلقاهم كويس جدا، لازم يبقوا مهريين معاكي. بعملهم بالشوكة بتاعتي وبسيب طبعا الخلطة اللي احنا ضربناها في الكبة دي تصفى. انا مش عايزة يبقى فيها نقطة مية لان المية ديت هتبوظ عندي العجينة وهتخليها مبشنشة كده مش حلو. وعندي نص كيلو لحمة وببتدي ان انا اخلطهم مع بعض كويس قوي وابتدي احط الملح بتاعي والفلفل وبهارات الحواوشي اللي احنا بنحطها. ده كله بنحطه مع بعضه على اللحمة بتاعتي. ما عندكيش بهارات حواوشي ممكن تحطي ال7 بهارات مع شوية توم باودر وبصل باودر وشوية بابريكا مدخنة. ده بديل بهارات الحواوشي. تمام، بضربهم مع بعض كويس قوي في الكبة تاني. انا عايزة اللحمة تبقى عجينة زي ما انتوا شايفين. هتلاقوا بقى الخيوط الصغيرة الناعمة دي، الدهون دي بقت ناعمة خالص خالص واندمجوا مع بعض. هنا بقى ببتدي ان انا عندي قطع من اللي الضاني ببشرها وبحطها عليهم. دي بتدي تيست وطعم رهيب بس ما تكتريش طبعا، بس بتدي طعم فظيع. شوية بقدونس عندك لان طبعا بقدونس جميل جدا جدا مع اللحمة عشان الدهون والكلام من ده. تمام، هنا احنا خلصنا وهنسيبها تشمع. هنحطها عندنا في التلاجة لحد ما تعمل العجينة. العجينة انا هنا عندي قد ايه؟ عندي كيلو دقيق وحطيت عليه معلقة سكر أو زي ما تحبي، وعندي معلقة زعتر كبيرة بري ومعلقة الخميرة معانا. وبنقلب كويس قوي المكونات بتاعتنا مع بعض. وبعدين ببتدي ان انا ازود المية حبة في حبة. بلاش ان انتي تدلقوا مية على طول علشان ما تبص منك العجينة وفي نفس الوقت ما يبقاش في مجهود. هي اخدت مني تقريبا 2 كوباية مية. بنبتدي ان احنا بعد كده نعجن كويس جدا جدا لحد هي بتبقى بتلزق معايا كده. ابتدي احط معلقتين الزيت. بتحطي معلقتين الزيت عندك وتبتدي تعجني بقى لحد ما الزيت ده يختفي تماما ويبقى مش موجود. العجينة بتاعتنا طرية بس مش بتلزق، طرية جدا بس مش بتلزق. احنا اهم حاجة عندنا نعجن كويس. كل ما عجنتي العجينة كويس وخدمتيها كل ما طلعت معاكي احلى رغيف حواوشي. تمام، انا سبتها هي خمرت شويه عقبال ما انا قرصت اللحمه وعينتها في التلاجة. تمام، عشان اسيبها تشمع كده شويه وتبقى الليه والدهون اللي فيها مسكت نفسها شويه. تمام، وابتدي ان انا اقطع معايا زي ما انتوا شايفين. انا بقطع معايا وبحاول ان انا اخليها كور مش صغيره ومش كبيره، يعني وسط. يعني انا الكور اللي انا عاملاها اللي بتاعت العجينه على قد حته اللحمه، على قد كوره اللحمه. ببتدي ان انا افرد العجينه شويه واحط عليها كرة اللحمه واسيبها على جنب. تفرديها شويه انا بس عشان مش عايزاها مفروده قوي. تمام، وابتدي اقفل العجينه على اللحمه كويس قوي 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 قوي. وابتدي ان انا اعمل كده في كل العجينه بحيث ان انا كله يبقى خلصان وارجع لاول واحده عاملاها خالص بحيث اما اجي افردها معايا تتفرد بكل سهوله. تمام، هنا بفردها حاجة بسيطة واقوم حاطة كورة من اللحمة وابتدي اقفل عليها تقفيل كويس جدا. الحتة اللي متقفلة بسيبها من تحت. جيت بقى بعد ما خلصتهم كلهم جيت لأول واحدة أنا عملتها خالص، جبتها اهو أنا عارفاها وحافظاها. ابتدي إن أنا أفرد، هتلاقيها بتتفرد معاكي بكل سهولة. شايفين بتتفرد معايا بكل سهولة مش محتاجة أي مجهود. لو عملت كده هتخلصي بسرعة جدا كمية كبيرة وفي نفس الوقت مش هتعذبك وتلاقيها بتمط معاكي وتكش وكده.
تمام. هنا انا بدات اخرمها لان انا مش عايزاها تتنفخ زي العيش الفينو، احنا مش عايزينها تتنفخ، فتبتدي تخرميها رغم ان هي هتعلى برضو، بس الخرام دي هتخليها ما تعلاش قوي زي العيش الفينو. تمام، عشان طبعا لما نيجي ناكل نحس بطعم اللحمه. وما تفردهاش قوي، يعني حاولي ان انت ما تفردهاش قوي، السمك بتاعك ما يبقاش ولا تخين ولا رفيع، يبقى في النص كده. هنا انا بعد ما خلصت ببتدي ان انا بقى ايه اعملها واحده واحده. هنا انا عندي المقلايه بتاعتي، بحط فيها معلقتين زيت، عايزه تحط فيها ليا ضاني براحتك، عايزه تحط فيها سمنه بلدي براحتك، اللي انت حابه. انا قلت زيت عشان ما يعني ايه ما تبقاش تقيله قوي قوي، لان انا حاطه في اللحمه نفسها حاطه ليا ضاني. تمام. بنبتدي ان احنا نوطي عليها يا جماعه، يعني ايه، حاجه بسيطه كده لحد ما اللحمه تستوي، وكل شويه تقلبيها معاكي عشان ما تتحرقش. طبعا احنا لو هنعملها في الفرن هتبقى جميله، بس هتبقى ناشفه السنه. اللي بتبقى معموله على العين بتبقى طريه قوي، اللي بيحب الحاجات الطريه. اللي بتتعمل في الفرن بتبقى جميله وتحفه. انا بحب اللي في الفرن على فكره، بتبقى يعني ايه فيها سنه قرمشه كده بسيطه، بس بتبقى جميله. هنا زي ما انتوا شايفين انا بخرم بالسكينه علشان ايه ما تعلاش معايا قوي، انا مش عايزاها تعلى قوي. طبعا هنا انا بعد ما خلصتها كلها وخلصت الكميه زي ما انتوا شايفين طلع معايا في منتهى الجمال. اتمنى ان الوصفه تعجبكم، واتمنى ان انتوا تجربوها، وما تنسوش تعملوا لايك وشير للقناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.